السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي اهلي كل حياتي، يا رب تكونوا كويسين يا رب. صلى على النبي يا حبايبي في التعليقات. عايزه اقول لكم بقى اللي الحامل بتاعك كسر، بس انا لازم اطلع واتكلم النهارده. حتى والله على كرتونه كده وقاعده بقى على السجاده، والله قاعده جميله. خليني كده على طول بقى على ما اصلحها باذن الله. عايزه اقول لكم يا حبايبي، عايزه اقول لكم على حاجه. هتكلم على القصريه دي اخر حاجه، خلينا اخر حاجه، ولو انا نسيت حاجه هقولها ان شاء الله، اعمل لها فيديو تاني واقوله تاني باذن الله. اول حاجه عايزه اقولها لكم اللي انا بحضر عروض، بس حبايب هناء كلها يا حبايبي انا ما بسيبهاش، وبحضر اللي هم البث والعرض وحبيبتي مدام هناء بحضر لها وكده، واقول لكم كمان بالاماره إيه اللي حصل امبارح وكده. يعني بحضره، بس انا ما بعلقش على اساس ايه، ممكن بنتي بتكلمني إيه ما بقدرش الا نصه وتلات ارباعه، بكون عايزه مع تواصل معاكم. وقلت قبل كده ممكن بتحرج، ممكن كمان اللي انا مثلا والله عيني الله، عيني والله ما بشوفش اللي انا اقعد اكتب كتير كده، ساعات بكتب حاجات غلط وكده. عايزه اقول لكم اللي هي بتقول القصريه دي ومتابعينها ام كحله، ربنا يعموهم يا رب، زمان ما عدتش بشوف والله ربنا، يعني انا بكتب حاجات غلط والله ساعات. يعني انتوا ممكن حد يفهمها غلط او كده من الكتابه اللي غلط. إلهي يا رب يقولوا ام كحله، والله ما بشوفش الا بالكحل، والله العظيم يا حبايبي انا لو ما حطيتش كحل انا ما بشوفش. ربنا تتعامى زمانها كده من كتر العياط، قصريه ان شاء الله تتعامى كده باذن الله. زمان ما عدتش بشوف باذن الله الحوله دي. عايزه اقول لكم ان انا بحضر البث وبحضر العروض وانا معاهم، والاخر بشوفه كله مع بعضه وبعلق لهم وبحط اللايكات والكلام ده. واقول لكم كمان حاجات، يعني مدام اميمه ان شاء الله اقول لك انا شفت عرضك النهارده جميل جدا، اقول لكم بردك التعليقات اللي عليه باذن الله. عايزه اقول لكم بس في تعليق امبارح، انا شفت فيديو قصريه امبارح اتحرق دم جدا بالليل، قلنا عشان ارد عليه. لقيت يا حبايبي دكتوره رباب عملت بس. انا بصراحه ايه قلت لكم انا ما بخش بس بشوف. لقيت الاخت ايمان، الاخت ايمان يا رب تكون معايا على الفيديو وتشوفني وكده، قالت ايه, واحده علقت، لقيتها ايه بتقول لام رنا ده مع اوراق الورد مديها مفتاح. عايزه اقول لك، او انا مثلا انا ما اعرفش عملت بس ادت لاوراق الورد مفتاح. عايزه اقول لكم يا حبايبي انا لما عملت البث انا ما بعرفش ادي مفاتيح ولا اعرف اقفل بسات. يعني حتى مدام بيل وواحده الله يديها الصحه ام عبد الله فرحتنا، انا ما اعرفش حتى اللي دول ما جوش ليه او الكلام ده، ما اعرفش اي حاجه والله في حكايه البسات دي خالص. لقيت يا حبايبي اللي هي ايه اوراق الورد، انا ما بخش لهاش والله العظيم، انا ما اعرفش أو ما بشوفهاش هي بتقول ايه حتى. لانها اصلا سمعت من مدام اميمه اللي هي بتقول انا بحب قصريه، وانا كنت زمان بشوفها بصراحه ما بتروحش الا اللي هم سبابين الاعراض، اذا كانت قصريه ولا كل يوم حكايه على مع دودو اللي كانت زي قصريه بصراحه بسب الاعراض بتاع مدام هناء. وكنت بقول لها على كده برضك، وكان بتخش معاها على منصه هي ومدام هناء هيام والشيخه منى، ما كانش بيخشوا الا اللي هم بيسبوا عرض مدام هناء هم وبيدعموهم. وهي جت مدام اميمه بتقول لك ده هي بتقول لك انا بحب قصريه. طب انا ازاي اروح لاوراق الورد دي يا جماعه؟ انا قعدت افكر اقول طب انا ازاي اتابع، فكرت اما انا رحت اللي هي بشوف اسماء حقائق واخبار مع اسماء، انتوا عارفينها طبعا، اسمها رنا، بيقولوا لها يا رنا. حتى هوريكم انا مصوره لها في بس كده اهو، وهتشوفوا في اخر التعليقات هما بيقولوا لها يا رنا. انت فكرت اللي انا اقسم بالله ما بخشش اوراق الورد ده، ولا انا مش ما بحبهاش بصراحه، ولو سمعتني انا ما بحبهاش، لانها اصلا بتخش لسبابين الاعراض وبتدوم فلوس. وناس قالوا لها قبل كده ادوا لاخواتك في فلسطين، هم اولى ومسكوها على كده. يعني اما تروح لقصريه وتروح لكل يوم حكايه وتروح للخارون وتروح للشبح وتروح لده وتروح لده اللي كانوا بيسبوا مدام هناء، انا هروح لها على ايه؟ اذا كانت عمره وانا بنقد مدام هناء، والله عمري ما ثبت عرضها محدش يا جماعه فرحني بورده حتى، فرحني بورده. هما ما بيحبوش الا هما سبابين الاعراض.
ازاي يا ايمان تقولي كده؟ انا ما اعرفش، انا هثبت لك اللي هي اسماء، هي تلاقي رنا هي اللي راحت، لكن انا اروح هي تديني مفتاحه وانا اديها مفتاحه والكلام ده ازاي؟ انا ما رضيتش اقول لك في التعليقات، قلت هعمل لك فيديو واقول لك الموضوع ده. انا هروح لها وتديني مفتاح؟ هي اصلا ما بتحبنيش انا كمان عشان بدافع عن مدام هناء. ليه بتقولي؟ وفي واحده بتقولك ملخبطه ده هي مع اللي هم تبع، انا مع مين؟ قولوا له انا مع مين. انا ما بصراحه ما لقيت اللي هي الكرتونه دي مره اتعاطفت معايا وعملت لي على المنتدى، انا عيطت ورحت لمدامها وميمه وقلت لها ده حتى واحده الكرتونه اتعاطفت معايا اتعاطفت معايا، الكرتونه اتعاطفت معايا، وعيطت لمدام اميمه، وما قلت لهم خلاص هي حبايب مدام هناء واقفين معايا، مسكتني الكرتونه على المنتدى وتسول وده وده، وطلعت عليها بفيديو قلت لها سيبيني في حالي، حسبي الله ونعم الوكيل، وما بتسيبنيش في حالي اصلا. اتعاطفت مع مين؟ اتعاطفت مع اسماء من زمان زمان زمان، لقيت ما بعرفش اخش منصه، سبحان الله ما اعرفش دخلت ازاي عشان ادافع عن مدام هناء. وسبحان الله قلت لكم انا كنت حتى بعمل بشعر، سبحان الله كنت لابسه الخمار ساعتها، واسماء مسكتني وبرضك وفيديوهات عليا. انا مع مين؟ ضد اللي هم ما بيكرهوا مدام هناء. ده اللي يكره مدام هناء انا بكرهه اصلا، بكرهه اصلا عشان هم مش عارفين حقيقتها. يعني اللي طالعين يقولوا يا جماعه، اللي طالعين يقولوا اللي هي بترقص والكلام ده، واحده مكبوته، واحده يا عيني عايزه تفرح شويه يا جماعه من الحزن اللي هي فيه، واحده مليان قلبها حزن حزن حزن، ما بصدقت اللي عملت اللي فرحت. يعني انا اليومين اللي فاتوا دول عشان زاهيه، مدام زاهيه فرح ابنها، وعشان صالحة اختي يعني زارت اختي كان بعيد عن السامعين، عندها كانسر وكده، وزارتها في الرعايه المركزه وهي بتموت، كان عايزه تشوفها، فكرتها جميله وقلت اللي انا عايزه صالح حلميه مع زاهيه، ومش عايزه ولا عدت ولا وعايزه كان فيديوهاتي كلها اللي نفسي حلميه عشان صله الرحم تروح لاختها بس، وعشان ابارك لزاهيه، وكنت نفسي وعملت بس عشان نضحك ونهيص والكلام ده ونفرح. الواحد عايز يفرح من الحزن اللي هو فيه ونشيل الكآبة، لكن مدام هناء يعني جو قلبها في اما رقصت ورقصها، يعني مش زي سوير بابلي ولا سوير رمزي ولا مسمار دي ولا الكلام ده، ولا فيفا عبده ولا الكلام ده، وبترقص بلبس فضفاض وحلو كده والكلام ده، عايزه تفرح بالرحم يا عين. انا عارفه والله مهما تعمل قلبها حزين، برضك قلبها حزين انا عارفه عشان حاسه بها. تيجي كمان يقول لك ده لابسه البيجامه، لابسه البيجامه يا جماعه، عايزه اقول لكم البيجامه بنتي شافتها قالت يا ماما دي اللي طالعه موضه. هي اول حاجه في بلد المغرب، المغرب دي بيروح لها سياح من جميع انحاء العالم، السياح بيخرجوا بقط، بيخرجوا بشورت، بيخرجوا باي حاجه، محدش بيبص لحد هناك. مدام انا اما طلعت من اللي هي عشان تفطر بالبيجامه فضفاضه ولونها ازرق، مش بامبا ولا ابيض ولا الكلام ده زي العروسه ولا الكلام ده، لونها ازرق وفضفاضه وواسعه وجميله، ما فيش حد بيبص لحد هناك، انتوا اللي باصين وعينكوا عليها وبتنقروها، انتوا بقى بتقولوا هي بتبصوا لها ليه وتنقضوها ليه، وانتوا مالكم؟ يعني بنت قالت دي اللي نازله يا ماما في توكيلات وجميله جدا وبقت موضه ومحدش وبقت موضه وواسعه وحلوه، لكن اللي يقول لك نازله ببيجامه ومش نازله ببيجامه عادي، دي بلد سياحيه ومحدش بيبص لحد ولا حد بيبص هي لابسه ايه، وشايفه بنتها والله محترمه جدا فيروز، يعني ولا لابسه عريان ولا لابسه قصير ولابسه بكم حتى والجو حر، انا استغربت لابسه بكم والجو حر والكلام ده، وماشيه محترمه جدا مع مدام هناء، يعني مش شايفه، ومدام هناء لابسه البيجامه واسعه وجميله وقاعده بتفطر والاشرب منزله كده كبير وحلو، ما فيهاش اي حاجه، انا مش شايفاها فيها حاجه.
انتوا شايفينها اللي هي عيب يا جماعه؟ ما فيش حد بيبص. يعني ما الناس بتعمل فيديوهات اللي هم، معلش، اللي هم في اوضه النوم، والممثلين بيمثلوا في كذا، بيلبسوا بيجامات، بيلبسوا ارواب، بيلبسوا ده، اللي هي بردك القنوات الكبيره ما بتلبس فيها ايه يعني؟ عادي، هي لابسه بيجامه عاديه وواسعه وجميله، ومدام هناء تلقائيه وعفويه وطيبه جدا 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 جدا، والله طيبه وعفويه، والناس حبنا على كده. يجوا بردك يقول لك ده هي بتسوق صوره مصر. صوره مصر ايه يا جماعه؟ هي على راي مدام اميمه، انا شفتها النهارده بنت الاشراف، قالت ده توعيه، احنا بنحب بلدنا، بس توعيه للناس التانيه، عشان ما حدش يرمي زباله في الشارع، ما يرموا زباله. فعلا الناس عندهم، يعني انا اقول لكم على حاجه حصلت لي من اسبوع، والله يا حبايبي. انا جايه من السوق، وانا جايه من السوق، انا كنت رايحه السوق من اسبوع، وانا جايه من السوق قابلت يعني طفله بتقول لي ايه، انا عايزه اجيب سندوتش. انا حتى هي لو هي مش جعانه قلت ايه اما افرح البنت دي، وهي ماشيه اهلها بردك سايبينها يا عيني كده. قالت لي عايزه سندوتش، قلت لها خدي، وقلت اكنها حفدت وكده، اديها بردك افرحها، تجيب بسكوت، تجيب اي حاجه، حتى لو هي مش عايزه تجيب بيبسي، تجيب اي حاجه اديتها لها تفرحها. وانا ماشيه من عند السوق، انا ببص للعربيات عشان اعدي، اتابع جاي موتوسيكل اللي هو دليفري الطيارين دول، اللي لهم بوكس من ورا ده بيحطوا فيهم بقى البيتزا والحاجات دي. انا ببص للعربيات من كده، انت جاي مخالف ليه؟ والله دخل فيا يا حبايب، انا كان زماني خلاص اتهرست. في سبام الكبيره، موتوسيكل من الكبير التقيل ده، واللي هو وراه البتاع البوكس اللي وراه اللي بيشيلوا فيه، دخل فيا. انا والله اتعوقه اهو، ايدي متعوره اهي، الحمد لله خفت شويه، وهنا برضك اتجرحت من هنا، والحمد لله. روحت قلت للعيال يا ولاد انا كنت زمان اتصيت، كنت زمان اتهرست. انا زعقت له، قلت له انا ببص كده، انت جاي كده ليه مخالف ليه كده؟ هو وقع برضك بالفزبه عندكم، هو وقع بالفزبه. الاخر قال لي معلش معلش، هو بالرغم اللي وقع وكان برضك الفيسبا اتكسرت وكده، بس انا الحمد لله ربنا فداني والله العظيم. اللي انا يعني شفت مدام هناء كلامها حق. طب انت جاي مخالف ليه؟ ما تلف وكده وما تيجي عادي. انا ببص للعربيات من كده، انت جاي مخالف ليه؟ وكنت هتطصني ليه؟ انا ببص للعربيات، يعني مدام هناء لها حق، ومدام اميمه بنت الاشاب بتقول توعيه يا جماعه، احنا عايزين مصر الاحسن صوره. الناس فعلا هم اللي عاملينها كده. مدام هناء ما بتسوقش صوره مصر، مدام هناء بتحبي بلدها جدا جدا. انتوا اللي عايزين تطلعوا اي حاجه على مدام هناء، والله مش لاقيين حاجه تقولوها. نيجي بس مدام دكتوره رباب امبارح، بحسبها والله لقيتها محترمه جدا، وكانت مدام هناء بالاماره كانت معاك في البث يا دكتوره رباب، وانا اتكسفت اخش. والله العظيم كانت معاكم في البث، ومدام كوثر كانت معاكم في البث، وانا عارفه كده والله، وبشوف بثكم والله جميل. لقيتك محترمه جدا يا دكتوره رباب، ما رضيتيش ترد على القصريه القذره دي بنفس اسلوبها ولا بنفس طريقتها. حسبي الله ونعم الوكيل عليها. شفتوا يا جماعه؟ تيجي بقى نتكلم عن مين، نخش بقى ايه على قصرية المصدية. قصرية طبعا يا حبايبي كنت عايزة ارد عليها من اول امبارح، من كام يوم، بس والله العظيم كنت في فيديوهات زاهية جميلة جدا ومن فرحانين جدا، ما كنتش عايزة اوسخ قناتي بالكلام عليها. مجرد اللي انا اتكلم عليها دي، انا قناتي والله بتتوسخ من يوم ما اتكلمت عليها. قناتي انا ما عدتش بقول لحد والله، عشان قناتي بقت بتتوسخ وقذرة بسببها هي. اقول لكم ليه؟ اول حاجة اما انا كشفتها في حكاية العمارة ام 50 مليون دي، عايزة اقول لكم اللي هي تواصلت مع ايه الجربوح الخازوق ده. الخازوق ده يا جماعه لقيته ايه اللي كانت بتقول مش ادها بطاقتي، مش ادهم بطاقتها، الناس اللي ادوها قالوا ما تدهاش. اتابي هي مسكته وتواصلت معاه واتصلت به بالاماره،
بالاماره يا قصريه. واتصلت به لاخر لقيت ايه اللي حصل، اللي هي اتواصلت معاه، كان في مكالمه، اتواصلت معاه وادت له البطاقات بتاعي بالاماره. انت ما قالك طب هاتي بقى بطاقاتها وانا هروح لها وده وده، وهروح لها البلد وهاتي بطاقاتها. رحت انت مدياله البطاقات بتاعي. جه في فيديو وقعد يقول لك ايه فاديه انا فاديه انا. حد قال لك ان انا فاديه؟ ما يمكن بطاقه مش بطاقتي. حد قال لك ان انا فاديه؟ مش بطاقتي. فاديه بنت عبد العزيز، بنت عبد العزيز. وقعد يقول كلام قد كده وهاجي لها المحله. ما تيجي انت وقصريه والله العظيم هديكوا او لو مؤاخذه اوسخ شبشب على دماغكم. قصريه دي همسكها من شعرها همرمطها كده اهو في المحله، همرمطها. والله بيقول لك انا طيبه طيبه، بس بيقول لك ساعه اتقي شر الحليمه اذا غضب. يعني ابو رنا الله يرحمه، الله يرحمه، ابو رنا كان طيب والله يا حبايبي، والواحد طيب بس بقى في شره سبحان الله. اتقي شر الحليمه اذا غضب. عايزه اقول لها بقى تعالي المحل. عايزه اقول لك اللي انت انكشفتي، حتى معاكي عمارتين بكل واحده ب50 مليون. بس عايزه اقول لكم يا حبايبي، اللي هي حتى لو معاها 100 مليون 200 مليون، دي واحده معفنه، واحده بخيله، واحده نتنه. يعني واحده راحت المصيف يومين، خدت اخواتها البنات، بس خدت اخواتها البنات يا دوبك لففتهم يعني وعملتهم السكه، فرجوا على السكه ورجعوا تاني. يعني المفروض يعني قعدوا يوم ورجعوا تاني، بدل ما تقعديهم اسبوع ولا حاجه مثلا في البيتش اللي انت بتقولي ده في الساحل ولا الكلام ده. راح قعدتهم يوم يا حبايبي ورجعتهم تاني المعفنه البخيله. وجاي تقول لك ده احنا رحنا المصيف، وجاي قاعده على الكنبه زي البروطه وبردك والفيديوهات بتاعها. يا بنتي متعي ولادك، يا بنتي يا بنتي نزلي ولادك. ولادك هيجوا يقولوا معلش انت اللي بتشوهي صوره مصر، والله العظيم انت اللي بتشوهي صوره مصر. اما يجوا ولادك يقعدوا في البلد اللي هم دول، اللي انا شفتها بلد ارياف جدا يا جماعه، يعني ما فيهاش اي رفاهيات، ما شفتش فيها اي رفاهيات. يعني انا كنت نفسي اجيب منها اكل سندوتش، مش لاقي حاجه اجيب منها سندوتش ولا اكل. اما بنتها اولادها يجوا يقعدوا كده يقولوا لها مثلا مصر ايه ده، لكن مصر فيها حاجات جميله. ده انت لو فرجتم في مصر، في الاهرامات، في الجيزه، في المتاحف، في الحاجات الجميله دي هيشوفوها. عندنا شرم جميله، عندنا الغردقه، عندنا حاجات جميله في مصر. اسكندريه المتاحف، ده الاسكندريه جميله برضك المتاحف. عندنا عندنا حاجات في مصر جميله جدا جدا جدا. انتوا ولادك قعدتهم يتفرجوا بس، زمانك بتجي لهم يقعدوا يشوا ذره، يقعدوا على المصطبه. العيال هيقولوا لك مش نازلين مصر تاني. انت مقعدانه وقاعده تتفرجي ما شاء الله عليك على فيديوهات مدام هناء، على تشوف الدكتوره رباب بتقول ايه البسات بتاعها ونقراها. يعني بتتفرج على كل حاجه، مش فاضيه لاولادك خالص كمان في مصر، ولا فاضيه الرفائيل اللي انت قاعده كده على المصطبه وقاعده تتفرجي، ولا بتفسحي ولادك ولا بتعملي ولادك. ايه يا جماعه، انت هتفضلي نتنه لو حتى قلقاب الفلوس. الفلوس هتروح فين؟ ده انت معاكي 3 بنات، اجوازهم هم اللي هياخدوها بعد كده. معاكي رفائيل. طب هي دي الدكتوره رباب انت بتقول عليها اللي هو جوزها ميم خاصه اللي هي جوز، طب هي ده حبلت، انت ما جبتش الولد ليه وحبلت ليه يا متحوله؟ اللي ولادك اللي كل حاجة باسمك اللي كلها ترجع للبنات، والبنات دول هيتفوا على خلقتك بلاد ويقولوا سببت اعراض تفوا عليها. مش هنعرفك بعد كده، وهياخدوا الفلوس دي بعد كده وهيورثوها ويدوهم لجوازهم. يبقى استفدت ايه؟ وانت هيحميلك نار، هيحملك نار، نار ربنا هيحملك نار هتولعي فيها مش هتقضيكي. مش يعني اقول لك ايه، لو حمولك كل يعني ده انت عايزه نار. نار ايه؟ نار البلاد دي كلها تولعي فيها، ربنا يولعك فيها من سبك في الاعراض. وبتشتمي ليه بطوط؟ ويا بطوط طلعت ولا بتعمل كده؟ الست في حالها.
واحده زي اقول لك ايه، اعتبرها حتى والدتك، هي مش والدتك انت قدها، اعتبرها اختك الكبيره. بطوط تشتمها ليه وتسب الست الكبيره ليه؟ هي بتهزر مره، يا عيلة عايزه تتجوز في السن ده، هي بتهزر. لمدام هناء انت مالك؟ بتشتمي الست ليه؟ وبتشتمي الدكتوره رباب المحترمه اللي طلعت، بس الفاظها مش زيك، بحسبها ترد عليك لقيتها محترمه. محترمه. يا بخيله يا معفنه يا قذره، والله قذره اللي انت تسب كده. جايه بقى يا حبايبي مش لاقيه حاجه، وقاعده برضك نقرا البسات، وقاعده للبسات، وقاعده المدام هناء، وقاعده ليا، وقاعده لكله. هي مش فاضيه، اي مصروعه على الفلوس. خلي الفلوس دي مصروعه، والله ما حد بياخد حاجه في تربته، محدش، الا السيره الحلوه والعمل الكويس. قاعده بتتكلم على ميسي جانو ميسي جانو، استغفر الله. انتوا واحده ازهريه دي اللي بقول لك اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم. الراجل، مش شفتوا الراجل اللي مات بعد ما قتل 99 واحد؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دخل الجنه، دخل الجنه وقتل 99 واحد. انت عايزه ميسي جانو اللي هو واحد كان رجله والقبر مثلا وبيموت عنده 90 سنه 100 سنه هيقرا قران وهيقرا ويقول الفاتحه ويقول ده ويقول ده ويقول ده، ويقول لك اعوذ بك من الخبث. اذا كنت انا والله العظيم مخي معود بنسى، اذا كنت انا اللي مثلا عندي 54 بنسى ومخي ما عدتش، والله الواحد بينسى من الهم والواحد والفكر اللي هو فيه. قال لي يوم ما يخش الحمام ما بيقولش اعوذ بك من الخبث والخبائث، ما اعرفش ايه، يقول مش عارفه ايه، ما بيحفظش ايه ده. عايزه واحد هو طول عمره ده ادم قال اشهد ان لا اله الا الله، عارف ان الله واحد لا شريك له، خلاص دخل الجنه. ورينا اولادك هيبقوا ايه، ورينا اولادك حافظين ايه ولا طلعوا اولادك اللي قالوا مسيبين شعرهم. هم كمان اللي بنت بتنقض اللي مدام فراوله اللي مسيبه شعرها، ما اولادك مسيبين شعرهم. وانت اللي لابسه الاشارب عامله ايه بدينك يا سبابه الاعراض يا قذره؟ عامله ايه؟ جاي بقى تدافع عن البارون دلوقتي، البارون اللي مهزق امك، اللي قالك هجيب ميكروفون كده واقول سبابه الاعراض اهي، القذره اهي، المفضوحه اهي، جاي بتدافع عنه وتتلحسيله. وانا بقول كلمه الحق، انا بقول كلمه الحق اهو يا جماعه، وصوت الحق، صوت الحق ايه؟ اللي مدام اللي هم ادوا لاخواتك هيام والشيخه منى، الشيخه منى وهيام واوراق الورد راحوا اللي بيدعموكي، والشيخ والهيام اللي شتمت في اخواتنا اخواتنا السعوديين احسن ناس، دافعت عنهم يا قذره. وقلت ما بشوفش حاجه، دلوقتي ما بتشوفيش ولا بتفرج على حاجه، ما بتتفرجيش وما دفعتش عنهم، وجايه ولا صوت الحق، وجايه عشان تتمسحي في البارون عشان يقف جنبك هو وسهام، وجايه تتمسحي في حنان حبيب عشان قالت انا بدعمهم ماديا. عرفتي ليه يا جماعه؟ هي بتدافع عن حنان حبيب عشان بتدعم ماديا، عايزه تدعمها ماديا. انا دافعت عنك اهو، انا صوت الحق يا قذره يا حنان. بالدعم دي ايه؟ ده صوت الحق دي. كنت دافعت عن اخواتنا في السعوديه يا قذره، اللي هي هيام شتمتهم، اللي هيام اللي بتدعمك، كنت اتكلمت عليها ولا اتكلمت واتخرست خالص، اتخرستي ما اتكلمتش عنها واتخرست، وكلهم مسكوك مسحوا بك البلاط يا قذره، ولا قدرت تتكلمي. والبارون اللي انت بتدافع عنه ده ابو بربور ده يومها مسح بيك واتكلم، ولا دافعت عنه ومسح بيك البلاط، ولا اتخرست ولا جاي دلوقتي انا بتكلم وبدافع عنه. هو مش قصده ولا قصدي ده، وحنان مش قصدها، وحنان مش قصدها ما اعرفش ايه، عشان تدعمك يا اختي يا بتاع الدعم اللي ما باخدش حاجه. انتي
ده الفلوس ده هتطلع بلا واسد، الملايين اللي واخداها من سب مدام عناء عليك تطلع بلا واسد ان شاء الله عليك ان شاء الله. يا سببت عرض مدام هناء 6 سنين، انتي ده انت ظهرتي يا بتاع. عايزه اقول لكم ايه يا جماعه، حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. انا لو ناسي حاجه هطلع اقولها لها ان شاء الله. عايزه اقول لكم يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم، ان شاء الله لو انا ناسي حاجه هطلع اقولها لها ان شاء الله باذن الله. وعايزه اقول لها لو هي حتى هي جربوعه ومعفنه وبخيله، وهقول ايه، حسبي الله ونعم عليه، يطلع بلا واسد عليك. اما بالنسبه لبربور يا جماعه، عايزه اقول لكم انا نفسي بس حاجه، انا كمرانه عايزه نفسي حاجه بصراحه، نفسي يوريني الصليب، هل هو فعلا كان مسيحي واسلم، ولا دي عاملها كفتنه بين اخواتنا المسيحيين والمسلمين، عشان هو اصلا يعني مش عارفه يعني. عايزه بس يوريني الصليب. انت يا بربور ورينا الصليب، اكيد ما اتمسحش، ده فيه صعوبة اللي هو يشيله بالليزر عشان ما يعملش فتنة بين اخواتنا بين المسلمين والمسيحيين يا جماعة، عشان يلم الدعم. مش واحد هيسيب مراته ويسيب عياله ويقول لك ده انا اسلمت عشان خاطر واحدة بيحبها او واحدة عايز يتجوزها. ده من رأيي. انا عايزه بربور توريني الصليب، وريني الصليب، هل انت مسيحي فعلا ولا عاد فتنه بين المسيحيين عشان تلم فلوس ودعم وعملت البيتين اللي انت عملتهم. عايزه اعرف الموضوع ده يا جماعه، ده اللي انا عايزه اعرفه. ويلا حبايبي اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.